السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول هام شكرا لكم على دعمكم على الفيديوهات الذي مضت عن الزراعة عامة. النهاردة إن شاء الله ناس كتيرة سألتني إيه سعر البرسيم النهاردة ماشي كام، سعر الكيلو ماشي كام، والفدان بيجيب له كل مثلا 30 يوم الفدان بيجيب له قد إيه. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أدهم من قناة عالم الزراعة. حبيت أعرفكم بنفسي وبس. قبل ما نبدأ الموضوع ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعضينا إزاي أو الوقت المناسب ليمكنك تربية البرسيم. ان شاء الله نعرف. اول هام يا جماعة، تربية البرسيم بتبدأ من اول شهر 5 لحد شهر 12، وبعد كده البرسيم بتبدأ انت تاخد منه بلايت عشان كده دخلت الشتاء معاك مش هتقدر تاخد منه برسيم. طيب سعر الكيلو ماشي كام والفدان بيجيب له قد ايه يا جماعة؟ طبعا ده كله هنعرفه مع بعضينا دلوقتي. طبعا الفدان يا جماعة بيجيب له معدل الفدان بالظبط. لو انت يعني عندك برسيم حلو زي اللي انت شايفه ده كده، طبعا انا دلوقتي يا جماعه بحشه وباكله احفظكم الله للسعيه، يعني لسه ما خلتوش يا جماعه يعمل غله. ده من كتر يا جماعه شده الربيع بدا يعمل ظهور معانا، بس ده مش موضوعنا النهارده. قلنا يا جماعه الفدان بيبدا يجيب له من يا جماعه بالظبط من 15 كيلو الى 17 كيلو بالكتير. لو عندك البرسيم ضعيف بيبدأ يجيب له مثلا 10 كيلو مش اكتر. الفدان يا جماعة معدل الفدان. طب الكيلو ماشي كام؟ الكيلو ماشي النهاردة في يا جماعة الاسواق للتجار، ماليش دعوة طبعا بالتجاوز اللي انت هتشتريها، انا ليا في اللي انت هتبيعه، وانت عارفين التجار طبعا عند التجار يا جماعة طبعا بيبدأوا ياخدوا من 350 يا جماعة لو انت عندك شوية برسيم نضاف، طبعا على حسب الوقت اللي انت هتبيع فيه. زي ما قلنا يا جماعة البرسيم الكيلو ب 350، وبرضه في ب 300 وفي ب 400، يعني تبدأ من 300 لحد 400 جنيه بيبدأ معاك سعر البرسيم. طيب كده عرفنا يا جماعة. طيب وطبعا زي ما قلنا في فيديوهات قبل دي كثيرة ازاي والوقت المناسب اللي يمكنك زراعة فيه البرسيم الحجازي. طبعا يا جماعة ده قلنا التفاصيل دي كلها في فيديوهات تاني، وان شاء الله هقدم لكم فيديوهات كثيرة تاني على الزراعة عامة وخاصة البرسيم، علشان الاسئلة كثيرة عن البرسيم اليومين دول. ولو انت يعني محتاج ولو انت يعني عندك سؤال قول لي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليك بفيديو نفس الناس المحترمة دي كلها. وانا حبيت اني الخص الموضوع في فيديو واحد بس. بصوا يا جماعة البرسيم بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة عن طريقة الحش قلنا الكلام ده كله في فيديوهات تاني كثيرة، وعن الوقت المناسب والربيع بيبدأ ياخد معاك قد ايه وقت، وده كله طبعا قلناه في فيديوهات تاني كثيرة. وطبعا دائما وبذكركم في اخر الفيديو حاجة انا تعودت عليها ومتابعيني تعودوا عليها، انكم تصلوا على النبي في اخر الفيديو عليه افضل الصلاة والسلام، وصلى على النبي تاني مرة.